نتعرف بأحد الرعاة أو أحد المسؤولين هنا عن هذه الحظيرة. عرفنا باسمك أخي الكريم. علي سعيد. علي سعيد. أستاذ علي، ظاهرة انتشرت دائما وتنتشر دائما، ونسمع عنها دائما بأن هناك من يحاول سرقة الأغنام، واشتكى الكثير من الشيبان أصحاب الحظائر بأن هذه الظاهرة منتشرة. هل هذه الظاهرة لديكم هنا في هذا المكان أو هذه المنطقة، سرقة الأغنام منتشرة؟ هذا كلام فاضي. هذا فاضي. كم سنة أخ علي أنت هنا في الحظيرة؟ زمان جدي. كم سنة؟ زمان جدي. يعني لك زمن طويل هنا في كان له ولا شغال في ولكن ما في حصل سرقة ولا شيء أي حاجة. الحمد لله. وحقيقة احنا كلفنا من قبل الجهة المختصة أو المشرفة على هذه البرامج التوعوية لنوضح للمشاهد أن هناك والآن في هذه اللحظات أستاذ محمد يلاحظ شخص خلفكم، أظنه يحاول سرقة الأغنام. أيضا نشاهد أخ علي. الله أكبر عليك اليوم، الله يزيلك. رجعوا لك الحفر، رجعوا. أستاذ حسين، والله يبدو أننا أمام مشهد